في بيوت كتير حوالينا ممكن تلاقي حاجات غريبة بتحصل، حاجات ملهاش تفسير، وساعات تكون رسالة من ربنا، وساعات تكون اختبار. وحكايتنا النهاردة عن ست بسيطة عايشة لوحدها في بيت هادي لحد ما جالها رسالة من تحت الباب، رسالة صغيرة بس غيرت كل حياتها. أهلا بيكم يا حبايبي، معاكم جدة ملك. عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. والحكاية النهاردة معانا كانت أم سعد، ست طيبة أرملة عايشة لوحدها بعد ما جوزها مات وعيالها اتجوزوا وسووا البيت الكبير اللي هم ورثوه عن أبوه. البيت كان في شارع قديم معروف إنه هادي وبسيط. في يوم من الأيام بعد العشاء بساعة سمعت خربشة على الباب، كأن حد بيزق الباب. حاجة صغيرة قامت تبص من العين السحرية، مفيش حد. فتحت الباب تلاقي ورقة متطبقة كويس ومحطوطة تحت الباب. فتحت الورقة، مكتوب فيها بخط ايد واضح: اوعي تفتحي الباب بعد الساعة 12. طبعا شدت الغطا على نفسها وقعدت تقول: يا رب استر، ده مين اللي بعت الورقة دي ومين بيخوفني؟ تاني يوم راحت لجارتها ام نبيل وقالت لها. الجارة قالت: ما تهتميش، اكيد ولاد بيهزروا ولا حد بيخوفك. لكن اللي حصل تاني يوم خلى ام سعد تصدق ان الرسالة كانت جد. الساعة عدت 12 بالليل وهي سهرانة قدام التلفزيون، فجأة جرس الباب رن، رنة واحدة طويلة ومستمرة، ووراها خربشة تاني في الباب. ام سعد جريت على الباب وكانت هتفتحه، بس افتكرت الرسالة ووقفت تتنفس بسرعة وقلبها بيخبط. قعدت تقرأ قرآن بصوت عالي وتقول: أنا في حماية ربنا، اللي بعتلي الرسالة يمكن انقذني من حاجة أنا معرفهاش. تاني يوم الصبح اتفاجئت بخبر في الجورنال المحلي: محاولة سرقة بيت في نفس الشارع الساعة 12:30 بالليل. والحرامي لما الست فتحت الباب وقفت أم سعد تبكي من الخوف. لا، مش من الخوف، من شكرها لربنا. وقالت: يمكن اللي بعت الرسالة دي كان ملاك أو إنسان ربنا بعتهولي، يمكن تكون رحمة من ربنا ليا بس من غير سبب، بس أنا ما فتحتش وربنا نجاني. مش كل رسالة لازم تكون على الموبايل. من الرسائل اللي بتوصلك من ربنا بتوصل في صورة إحساس أو ورقة أو حلم. خلي قلبك صافي